أني بنيت قصر في الجادرية في منتصف الثمانينات انتهى، فسويت الصالون مالتي رخام من تمشي بيه عبالك تمشي بمي. فعندما أنجز القصر فرحت جبت والدتي حتى ننتقل. أنا كنت ساكن بالجادرية، أنتقل من البيت اللي أنا بيه بالجادرية إلى القصر. فلما جبت والدتي فاتت على البيت انبهرت. ما أريد أحكي التفاصيل، بس انبهار كثير شديد. وبصراحة أنا كنت جايب لبنانيين مشتغلين السقوف كلها ورق ذهب، وجايب حنفيات الحمامات جولد بليتد مطلية بالذهب ومبالغ، وجايب يمكن ذاك الوقت ما حد يعرفه بالعراق، جايب جاكوزي من كوهلر الأمريكية أيضا كلها من الكويت. فجبت والدتي فاتت على البيت. بعد الانبهار يعني بكت، فقالت لي خليني أروي لك قصة. خالتك الملية أكو بالمنطقة مالتنا امرأة ملية تغسل الموتى تقرأ قرآن عليهم، هي الوحيدة ملية. فقالت لي وانت صغير اجت علي الملية قالت لي شفت رؤيا راح احكي لك اياها واريدك تهتمين بابنك تحافظين عليه. فقالت لها اني بالحلم بالرؤيا قاعده تحت شجره شفت هدهد رأسا من ذهب على الشجره، فاني يعني تفاجأت شنو هذا الهدهد. فقلت له شنو انت؟ حكت هي الملية كما تقول مع الهدهد. فقال لها اني مشعان. طيب طب قولها كده انا عارفها، بس قول عارف انا بتاع. قال لها اني مشعان. قال لها اني مشعان. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. قال لها اني مشعان. طيب هو مين ده؟ انا عارفه يا ابني. قال لها اني مشعان. ده علم صايع يا